الشركات فهي ما كتساهمش في التنميه بالنسبه لهذه المنطقه ديال الودايه، ما كتساهمش بواحد اليد عامله اللي هي تكون عندها نسبه كبيره من ابناء المنطقه. بالنسبه للاراضي الفلاحيه وكما عاينتوا في الصوره عندكم وكما كيوثق الفيديو، فان هاد الناس كيشتغلوا حدا اراضي فلاحيه اللي هي كتضرر واحد حاله كبيره. كما تنعرفوا راه بالفعل هو كاين الجفاف وكاينه ندره المياه، ولكن على الاقل باقا شويه الفلاحه. هاد الناس راه ما كيحترموش دفتر التحملات وتيأثروا على الفلاحه وتيأثروا على المنطقه بشكل عام. الروتوش اللي كيشيط ليه هو يعني راه ممنوع عليه باش يرميه في الوادي. هذا المنبر حنا ثاني. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين والحمد لله رب العالمين. عبد ربي الضعيف سعيد المعموري، رئيس الفرع للمنظمة الوطنية لحماية المواطنة والمال العام بالمغرب جماعة الوداية، ومنسق وطني بنفس المنظمة. أولا تنشكروا الموقع ديال جريدة مملكة بريس، وتنشكروا الإخوان اللي لباو النداء وانتقلوا لعندنا الودايه ونزلوا معنا الواد ديال نفيس وشافوا هذيك الكارثه البيئيه اللي واقعه، بدايه من الاثار ديال الشركات اللي كانت ما كتحترمش دفتر التحملات والعمل بدون ترخيص، وهذا الشيء كله هو راه وثقته الجريده ديالكم. يعني هاد الناس حنا اقترعنا معاهم واحد الاشواط اللي هي كبيره. لحد الان حنا تنقولوا هما شبه ملتزمين، يعني ماشي ملتزمين، يعني رجعوا تيخدموا في التراخيص ديالهم اللي عندهم في اطار القانون، ولكن من هنا لغدا ولا من دابا عشيه ولا كذا ما غاديش نعرفوا اشنو واقع. حاليا هما راه منضبطين، ولكن كما عاينتوا بانهم كاينه واحد المجموعه ديال البلايص اللي ما عندهمش في التراخيص اللي تيخدموا فيها، زائد السطو على اراضي فلاحيه. ملي كنتكلموا على الاراضي الفلاحيه مع هذا المنبر حنا راه كناشدوا مركز الاستثمار الفلاحي بانه هاد الناس هادو راه تيخرقوا القانون وتيمشيو الاراضي فلاحيه اللي هي ما خصهاش تكون الترخيص ديالها في المقاليع بصفه نهائيه، زائد عدم احترام دفتر التحملات كما شفتوا معنا فاش نزلنا. يعني راه كاين العجاج، كاين بعض الشركات راه ما تيرشوش، واحد جوج شركات ولا ثلاثه راه ما تيرشوش، يعني راه ضروري خصو يرش الواد لان عنده في دفتر التحملات. بالنسبه للازبال ديالو هو كما عاينتوا شفتوا معنا، راه الصوره عندكم حيه وموثقه بان هذوك الناس كيرميو هذوك لي روتوش ديالهم وسط الواد، يعني راه ما عندوش الحق باش يرميه وسط الواد. بالنسبه للازبال ديالو اللي كيرميه هو في الواد كما عاينتوا بالصوره وبالفيديو اللي كتوثق، يعني هذاك الروتوش اللي كيشيط ليه هو يعني راه ممنوع عليه باش يرميه في الواد. هذا المنبر حنا ثاني كناشدوا الحوض المائي وتناشدوا الناس ديال البيئه باش يديروا التدخل ديالهم، وتناشدوا السيد والي جهه مراكش اسفي باش يفاد لجنه حقيقيه اللي تنزل لهذاك الواد وتشوف هذيك الكارثه البيئيه، وتشوف هاد الناس هادو كيفاش هاد الشركات اللي كنسميهم انا الاخطبوط ديال الرمال اللي تكرفسوا على البلاد والفرشه المائيه لواحد الدرجه. راه كما عاينتوا يعني الواد فيه واحد العمق اللي هو كبير اللي خارج دفتر التحملات، زائد هاد الناس تيهز وتيعاود يردم. يعني حنا باش يعرفوا هذا السيد هذا شحال هز بعدا بالضبط، يعني الا هزيتي ما خصكش تردم باش نعرفوا، زائد العمق اللي كيعمقوا هما الارض بزاف. كناشدوا السيد الوالي باش يفاد لجنه حقيقيه كما قلنا، ماشي هذه اللجنه اللي كتجي كدير الكوميسيون، وانما لجنه اللي هي عندها ضمير حي والناس اللي تتحب هذا الوطن اللي هو غالي علينا حنا كاملين، الناس اللي عندهم غيره ديال البلاد، والناس اللي هي كتشتغل تحت الاراده الملكيه اللي هي لكل حق حقه، والكل يتحمل المسؤوليه ديالو في هذه النازله ديالو. وحنا كفاعلين حقوقيين في المنطقه كنستنكروا بشده على هاد الناس هادو اللي ما كيحترموش دفتر التحملات واللي كينهبوا الاراضي اللي هي فلاحيه. وكنتمناو تكون الاستجابه سريعه، وكنشكروا القناه مملكه بريس
وتنشكركم نتوما الاخوان اللي تنقلتوا حتى لعندنا وتحملتوا عناء السفر.